طبعا أنا في فيديو سابق طلعت تكلمت على قضية الأحباش والأثيوبيين الموجودين في اليمن وطريقة ترحيلهم. طلع لك يمنيين كتبوا بالتعليقات هذا اللي يقول ما نشتي يوم، وهذا اللي يقول ولا نشتي أثيوبي ولا نشتي صومالي ببلادنا ولا نشتي حبشي. يعني يعني عنصرية لأبعد درجة، حتى أنه واحد طلع علق قال ما نشتيهم نقطعهم نرميهم للبحر للثروة السمكية الظل. يعني ايش كمية العنصرية، ايش كمية الحقد. يعني انت تتكلم هذا الكلام ما انتش مستوعب ان اليمنيين كلهم لاجئين بجميع الدول، حتى في اثيوبيا في يمنيين هناك لاجئين هاربين من الحرب، وانت تجي تتكلم لي هذا الكلام. تمام، احنا ضد الذي هم مشكلين عصابات قد هم مسلحين. هم اكيد هذول الذي هم مسلحين معاهم سلاح معاهم دعم خارجي، هذا معاه فئة اكيد واحدة من الفصائل، لا نجيش نتكلم ولا شيء. بس اما ان انتم يعني ما اصلحش، والله ما اصلح هذا الكلام. يعني تمام يرحلوا المخالفين الذي يقوم دخل بطريقة قانونية وشرعية قد هو تمام، بس المخالفين الذي قاموا معهم بطائق يمنية على اساس انه يمني هذا يفعلوا لهم حل والذي يعدوا لهم البطائق. والله اني كارثة. لازم يعني الشخص يوعي نفسه، يكبر عقله شوية.